كنا اتكلمنا قبل كده في حلقة أنواع الربح في مجال طب الأسنان عن إنك تقدر تشتغل كمبرمج وتخدم بيه على مهنتنا فتستفيد وتفيد. وبصراحة لو أمعنت النظر في الموضوع هتلاقي إن طبيب الأسنان هو الأولى إنه يبرمج الأدوات والآلات اللي بتستخدم في مجالنا زي الكات-كام والديجيتال إكس رايز وبرامج الديجيتال سمايل ديزاين، بسبب إنك أكتر واحد في الكوكب دارس المجال وفهمه كويس، وبالتالي ده هيخليك تنتج حاجة بجودة عالية وبسرعة. واللي يأكد على صحة كلامي هو وجود كليات متخصصة في البرمجة الطبية بيعلموهم فيها برمجة زائد مواد ومصطلحات طبية بسبب ندرة المبرمجين اللي فاهمين في المجال الطبي. حلقة النهاردة بإذن الله مهمة جدا لأي طبيب أو طبيبة أسنان عايز يحسن مستقبله ويزود فرص نجاحه ويكون مصدر دخل إضافي من المنزل يقدر يستفيد منه وقت الأزمات أو الفراغ، سواء كان لسه طالب أو متخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من دكتور ساموراي. معاكم أحمد سيد خليل، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البرمجة في طب الأسنان أو الدينتال انفورماتكس أو المعلوماتية الأسنانجية. وأول سؤال لازم يجي في بالك هو ليه لازم نتعلم برمجة؟ أولا لأنها هتوفر مسار مهني جيد من حيث العائد المادي والعلمي وفرص التطور سواء كدخل رئيسي أو إضافي. في أطباء أسنان موفقين بين الشغل في العيادة والعمل كمبرمج من المنزل، وفي أطباء ما لقيوش نفسهم في العياده فقرروا يبعدوا عن الشغل الكلينيكال ويبداوا يشتغلوا كمبرمجين سواء تخصص طب اسنان او مبرمج بصوره عامه. وفي طبيبات اسنان مش عارفين ينزلوا الشغل للعياده بسبب الخلفه وتربيه ابنائهم وعايزين يستغلوا مهنتهم صح عشان ما يحسوش انهم ضيعوا وقتهم في التعليم على الفاضي، فبيبداوا يتعلموا برمجه ويشتغلوا بيها من المنزل. ثانيا بعض المجالات بيكون البرمجه فيها موجوده بصوره فرعيه ولكن مهمه جدا لتطور المجال ده، زي مجال الطب والهندسه والبحث العلمي، فتعلمك البرمجه في الوقت ده هيزود فرص نجاحك والتمسك بيك في المستقبل. ثالثا نقدر نقول انها بقت مهمه جدا عشان تقدر تعلمها لابناء لان مستقبلهم معتمد على البرمجه. وفي دول كتير بدات تعلم الاطفال في سن ابتدائي البرمجه، عندك مثلا السعوديه، وبدا من المهم ان يكون اولياء الامور عندهم خلفيه عن البرمجه، فلازم على الاقل يبقى عارفين اساسيات البرمجه او يتعلموا لغه او لغتين منهم. نيجي بقى للسؤال الثاني وهو يعني ايه برمجه ويعني ايه دينتال انفورماتكس؟ بص يا سيدي، دلوقتي انت عندك آلة او جهاز، الآلة او الجهاز دول عشان بيشتغلوا بنظام واحد بس اسمه الباينري كود او الشفرة الثنائية، ودي عبارة عن اوامر بتنفذ عن طريق اوردر يا زيرو يا واحد. لغة البرمجة بقى دي هي الوسيط بينك وبين الآلة أو الجهاز عشان ينفذ أوامرك ويعملها صح. وبالرغم من كثرة لغات البرمجة إلا إن الميزة القوية فيهم إنهم متشابهين تقريبا بنسبة 80% من القواعد والأساسيات. يعني لو هتواجه صعوبة فأنت هتواجه على الأقل صعوبة في أول لغة هتتعلمها بس. طب يعني إيه دينتال انفورماتكس؟ الدينتال انفورماتكس عبارة عن برمجة زائد مواد ومصطلحات ومفاهيم متخصصة في طب الأسنان عشان يبقى عندك الخلفية الكاملة قبل ما تنتج أي برنامج أو جهاز في المجال الطبي. وبما إنك طبيب أسنان إذن يعتبر معاك 50% على الاقل من مهنه الدنتال انفورماتكس، وكل اللي باقي عليك انك تتعلم برمجه مش اكتر. وده ياخدنا للسؤال الثالث، هل البرمجه صعبه ومعقده ولا العكس؟ اي حاجه في البدايه بتكون غريبه وفيها جزء من الصعوبه، ولكن مع الوقت هتكتشف مميزاتها وعيوبها وهتتعود عليها، ووقتها يا هتحبها فهتكمل فيها يا هتكرهها فهتسيبها. وعشان كده موضوع الصعوبه بيختلف من شخص لاخر على حسب عده عوامل، منها الشغف، الانضباط، الاستمراريه، قابليتك لتعلم حاجه جديده، والبيئه التعليميه اللي حواليه. فالموضوع في الاخر يعتبر نسبي من شخص لاخر. زي واحد بيحب الاندو بكل خطواته النمطيه المرتبه، وواحد تاني ما بيحبوش وبيحب قسم تاني، هنفترض مثلا بيحب التركيبات الثابته، مع ان الاثنين وهم في الكليه كان مجبر عليهم انهم يتعلموا كل الاقسام الموجوده في المهنه، وفي الاخر واحد منهم حب حاجه والتاني حب حاجه تانيه مختلفه عنه تماما. وده ياخدنا للسؤال اللي بعده، طب ازاي ما صعبهاش على نفسي في البدايه وانا بتعلم برمجه؟ لغات البرمجه تقريبا 700 لغه برمجيه، منها اللي عاف عليه الزمن ومنها الجديد ومنها الامتداد للغه اصلا قديمه ومنها الصعب والسهل. وبما ان كلهم متشابهين بنسبه 80% زي ما قلنا، اذا لما تتعلم لغه سهله منهم يبقى انت كده حققت تارجت كبير، ووقتها انت مش هتخسر حاجه وهتكون وفرت وقت ومجهود. واسهل 5 لغات برمجيه موجوده حاليا هم الجافا سكريبت، الروبي، البايثون، الجافا، والسي اند سي بلس بلس. وابسط يا عم، اللغات دي موجوده حاليا ومستخدمه بكثره بين المبرمجين المحترفين. طب اتعلم من كتب ولا اشخاص وفيديوهات؟ في البدايه اتعلم من الاشخاص والفيديوهات، ومع بدايه الاحتراف لازم يكون عندك كتب ومراجع ترجع لها عشان الحاجات الصعبه اللي هتواجهك مع الاحتراف. لازم تتعلم بلغه كلاميه معينه زي الانجليزي مثلا
ولا العربي بتاعي ممكن يبقى شغال واتعلم بيه عادي؟ في البدايه برضو مش شرط، ممكن تقدر تتعلم باللغه العربيه، وفي مواقع قويه بالعربي تقدر تعلمك برمجه وباحتراف كمان. ولكن يفضل مع الوقت واكتساب الخبره انك تبدا تتطلع على المحتوى الانجليزي، لانه يعتبر هو المحتوى الاقوى في العالم زي عندنا في الطب كده. طيب دلوقتي انت بعد ده كله ممكن تكون تهت منه وعايز تعرف اول خطوه هخطوها فين بالظبط، وده هيدخلنا على سؤالين مهمين جدا لازم نسألهم في البداية عشان نبدأ صح. السؤال الأول: ما هي مصادر تعلم لغات البرمجة سواء مدفوعة الأجر أو مجانية؟ والسؤال الثاني: ما هي مجالات البرمجة وأقسامها؟ وإيه أكتر المجالات دي تقدر تفيدني في مجال طب الأسنان؟ مصادر تعلم لغات البرمجة كتيرة جدا وموجودة بكثرة على الإنترنت، والصورة اللي حطها قدامك دلوقتي دي فيها أهم المواقع المشهورة في تعلم البرمجة سواء مجاني او مدفوع، وسواء برضه عربي او انجليزي. تقدر تبدا من النهارده لو حابب، ولكن انصحك في البدايه انك تبدا على قنوات زي اليوتيوب، وعلى راسهم مثلا الزيرو ويب سكول والكودزيلا. اما بقى بالنسبه لمجالات البرمجه اللي هتقدر تفيدني في مجال طب الاسنان، فعندك 4 مجالات مهمين من اصل 6 مجالات. المجال الاول وهو مجال الويب المتخصص في انشاء المواقع على الانترنت زي الدنتالور مثلا، وده يعتبر من اقوى المجالات البرمجيه حاليا في السوق. المجال الثاني وهو مجال تطوير برامج الذكاء الاصطناعي زي اللي بيستخدم في الروبوتات مثلا، وده مستقبله قوي وقادم بقوه. المجال الثالث وهو مجال تطوير وتشغيل برامج اجهزه الكمبيوتر اللي هي السوفت وير، زي برامج السوفت وير اللي بتستخدم في الديجيتال سمارت ديزاين واللي بتستخدم في الكاد كام زي الاكسوكاد. المجال الرابع وهو مجال تطوير تطبيقات الموبايل زي مثلا عندك تطبيق التوث بيك. طب ازاي اختار لغه البرمجه اللي ابدا في تعلمها؟ عشان تختار لغه البرمجه اللي هتبدا بيها لازم تحطها على 3 معايير. المعيار الاول تكون سهله، المعيار الثاني تكون مشهوره بيستخدمها عدد كبير من المبرمجين وخصوصا المبرمجين المحترفين لان ده معناه ان هي مهمه ومطلوبه. المعيار الثالث انك تختارها على حسب نوع المجال اللي انت حابب تبدا فيه سواء مجال الويب، مجال الذكاء الاصطناعي وهكذا. طب ازاي اوفق بين دراستي او مهنتي بعد التخرج في طب الاسنان وبين تعلم البرمجه واحترافها عشان ادخل منها مصدر دخل اضافي؟ عشان تحقق التوافق بين الاثنين لازم تحقق 7 شروط. الشرط الاول واهم شرط فيهم ان يكون عندك القدره في تنظيم الوقت. الشرط الثاني ان يكون عندك الشغف في مجال البرمجه او في تعلم حاجه جديده اصلا عشان على الاقل تقدر تتحمل الملل اللي هينتج من كثره القعده على الكمبيوتر عشان تتعلم البرمجه. الشرط الثالث انك تختار من البدايه مجال محدد في البرمجه عشان تنجز وتحس انك انت حققت شوط كبير في المجال. الشرط الرابع لازم تتحلى بالانضباط عشان تقدر توفق بين المجالين، لان هيجي عليك ايام هتكون لا في تحفيز ولا في شغف ولا في اي حاجه خالص على دماغك، لان اصلا الحياه ما بتمشيش غير كده. لو ما فيش انضباط مش هتحقق اي حاجه في حياتك سواء بتحبها او بتكرهها. الشرط الخامس خليك دايما على اطلاع وتحسين من مهاراتك في المجال، وعلم نفسك اول باول لان لغات البرمجه سريعه التغير وسريعه التجديد. الشرط السادس لازم تبقى عارف من البدايه ان المبرمج الناجح لازم على الاقل لما بيجي يطبق او ينتج برنامج جديد على الاقل لازم ينفذه او يختبره 3 مرات على الاقل. اول مره بيكتب فيها البرنامج عشان يعمل اثبات عام ويثبت هيكل للبرنامج. تاني مره في الكتابه بيكتشف فيها الاخطاء ويصححها عن طريق استخدام ادوات التصحيح، ودي هتعرفها ان شاء الله لما تبدا تتعلم برمجه. ثالث مره بيحسن بقى فيها الكتابه والاوامر عن طريق استخدام برامج اختبارات الوحده، ودي بتعدل الاكواد البرمجيه. الشرط السابع عشان تحقق التوافق ما بين طب الاسنان والاحتراف في البرمجه لازم تطلع دايما على الاكواد بتاعه المبرمجين المحترفين، لان ده هيوسع مداركك وهيخليك تكتشف اكواد جديده ما كانتش على بالك. زي المصورين الفوتوغرافرز بالظبط بيتفرجوا على صور زمايلهم عشان يعملوا تغذيه بصريه فيطوروا من شغلهم بعدين. طيب يا عم الساموراي، لو انا دلوقتي عاوز اشتغل في مجال البرمجه او هفكني خالص من مجال البرمجه وهشتغل في مجال اليو اكس او اليو اي، هل لازم اتعلم برمجه؟ مجال اليو اكس واليو اي مش بيعتمد في الاساس على لغات البرمجه، ولكن بيعتمد على حاجات اسمها لغات التوصيف والتنسيق زي مثلا ال HTML وال CSS، بجانب انه يفضل يكون عندك بعض المعرفه بمجال الجرافيك. ولكن عشان تبقى شاطر في لغات التوصيف والتنسيق وتكتب اوامر قابله للتنفيذ من قبل المبرمجين لازم تكون متعلم برمجه على الاقل لغه او لغتين. انا كده خلصت اللي عندي، ولكن عندي ليكوا سؤال: هل لو اتعلمت برمجه هيأثر على حياتي وصفاتي الشخصيه بالايجاب؟ ويا ترى ايه الصفات الشخصيه اللي هكتسبها؟ استني اجابتكم في التعليقات نناقشها سوا لغايه ما ربنا يكرمنا ونجي لكم بحلقه جديده باذن الله. شكرا، سلام عليكم.